أنا سمعته مرة في شريط. نعم. وأنا أعلم أنه كان كفيفا رحمه الله. نعم. وعلى المنبر والمسجد 3 طوابق، وداخل نعش من الباب الخارجي بره خالص. نعم. وإذ بالشيخ وعلى المنبر يتوقف قال: اسألوا الآن هذا الميت ماذا أخذت من الدنيا. نعم. فهاج المسجد. الله أكبر. وكبروا الله أكبر. نعم. من الذي أعلم الشيخ أن الميت يأتي بسكينة؟ نعم. والناس يأتون نعم. بسكينة. نعم. اسألوا. أنا رأيت له كرامة وأنا جالس إلى جواره، ونحن كما نحن الثلاثة نجلس نعم. الآن في البرنامج. نعم. كان معي أخوان نعم. حبيبان. نعم. ولأول مرة ندخل بيت الشيخ. نعم. الشيخ تعرف على أسمائنا. نعم. أحمد، صالح، عبد العزيز. نعم. صالح كان ثالثنا مكانك كده. نعم. الشيخ داخل بالصينية، الأخ صالح واقف يقابله. نعم. ياخد منه الصينية الشاي. نعم. فإذ بالشيخ يقول: العفو يا أخ صالح، اقعد استريح. الله. والله وقف شعر رأسي. ما الذي أعلم الشيخ أن الذي وقف له بصيرة. نعم. 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 فكان ذا بصيرة. نعم. وصليت خلفه نافلة في بيته. نعم. ويعني قرأ سبحان الله العظيم يعني المعوذتين. أبكاني وهو يقرأ المعوذتين. يا سلام. يعني الإحساس، التدبر، الخشوع. مع الله. نعم. 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 بارك الله فيكم. وفيكم.